السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن الفنان أحمد زكي يكن. المخرج أحمد زكي هو مخرج وممثل مصري من مواليد عام 1939. بداية حياته الفنية في الستينات، أخرج ما يقرب من حوالي 50 مسرحية، من بينها السلطان الحائر لتوفيق الحكيم، والمخططين ليوسف إدريس، وسبع سواقي لسعد الدين وهبة. المخرج أحمد زكي كان بيشتغل أستاذ تمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتولى إدارة مسرح العرايس ومسرح الجيب، تولى إدارة قطاع المسرح، وأنشأ مسرح الأطفال ومسرح الشباب والمسرح المتجول، وتولى أيضا رئاسة قطاع الفنون الشعبية. وكان الفنان أحمد زكي بارع أيضا في كتابة النصوص المسرحية، وقدم العديد منها: علاء الدين والمصباح، وسندريلا، والحمار الراقص. ونال الفنان الراحل أحمد زكي العديد من التكريمات خلال مشواره المسرحي الزاخر، حيث تم تكريمه في يوم المسرح المصري عام 1985 ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. ومن أعماله اللي شارك فيها كممثل، شارك في أشهر الأفلام فيلم حسن ونعيمة عام 1959، وشارك في مسلسل زهرة في حضن الجبل عام 1988، ومسلسل الوصية عام 1990، ومسلسل الشارع الجديد عام 1997. بخلاف الكثير من المسرحيات التي أخرجها، ومنها مسرحية المخططين، والتي عرضت على مسرح الطليعة بالعتبة في ثمانينات القرن الماضي. والمسرحية كانت تأليف الدكتور يوسف إدريس، وبطولة أحمد ماهر وعبد الله إسماعيل وأحمد عقل. وأخرج مسرحية عراب زعيم الفلاحين لعبد الرحمن الشرقاوي، ومصر بلدنا للكاتب الساخر الراحل حسام حازم، واثنين تحت الأرض لمحمد سلماوي، وأعمال أخرى كثيرة. الفنان الأستاذ الراحل أحمد زكي، المخرج المسرحي والمخرج الإذاعي والممثل أحمد زكي يكن، كان من مواليد عام 1939 وتوفي في 20 نوفمبر عام 2013. كنا نتحدث عن الفنان المخرج الراحل أحمد زكي. خلاص، روح هات الفلوس وتاخد القماش.